بيقولك ايه بقى؟ اكرف البنت تحبك، حب البنت تكرفك. مخليها حاطه عينيها وسط راسها وايديها على قلبها ودماغها بتودي وتجيب وتسأل نفسها 100 مرة في الدقيقة بيحبني ولا ما بيحبنيش. هي من ناحيتها ما حبتش ولا هتحب حد قده، وده في اعتقادها يعني، ورغم انها واثقه فيه احيانا كتير، ولكن احيانا كتير برضه مش واثقه فيه خالص ومش عارفه ممكن الخازوق يجي لها من انهي اتجاه بالظبط. بس هي طبعا مستعده له كويس قوي. بتقول صحابها مستغربين ان هو مفيش فيه حاجه عدله يتحب عليها، ومع ذلك هي مشدوده له جدا ومش عارفه تبعد عنه. هو بالنسبه له كل البنات بتحبه، كل البنات حلوين، بس بتقولي ايه؟ ده الباد بوي حلوه. كوبايه القهوه بتاعتك كده وسماعاتك في ودانك يا ست الكل، وسيبي الباقي عليا. انا هقولك البنات ليه بتتشد وتنجذب وتحب الباد بوي وتسيب الجود بوي المؤدب الغلبان. ايه اللي بيعمله معاها يخليها تحبه اكتر في كل مره تقرر تبعد عنه وتقطع علاقتها بيه؟ احنا كده كبنات نموت كده في ضيق التنفس، ننكش عن النكد بنفسنا ونرجع نقول يا ريت اللي جرى مكان. تلاقي البنات تقولك نفسي كده في باد بوي بس يكون بيصلي، باد بوي بس مؤدب. اللي هو ازاي؟ ما تعرفش، عينيهم فيه وفي نفس الوقت بيقولوا اخيه. مبدئيا كده مش لازم البنت اللي بتنجذب للباد بوي تكون هي كمان باد، لا 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 خالص، بتبقى حلوة جدا وعلى الله حكايتها، وتلاقي نفسها كمان دخلت في حواراته بدون اي مجهود منها. تبقى هتتجنن ازاي انا احب حد بالصفات دي، ورغم كمان ان الطيور على اشكالها تقع، ولكن مش دايما في الحقيقة بيحصل ده. ما بيقولش لاي بنت لا ولا يرفضهم. البنات حواليه زي الرز مقطع السمكة وديلها، وقلبه يساع من الحبايب ألف. خاين بس حنين قوي، لدرجة ان هو يقدر يجيب رجل البنت في لحظة ويوقعها في حبه من اول نظرة. حمش وبيعرف امتى يرخي وامتى يشد، يشتمها ويهزقها، وفي نفس الوقت يا بت انت الحته الشمال. بيعرف يدخل للبنت ازاي، حافظ كتالوج كل واحده ويدخل لها من ثغراتها ونقط ضعفها كمان. اللي بيخلي البنت انها تتشد للنوعيه دي من الرجاله لانها بتشوف نفسها انها في تحدي مع باقي البنات اللي حواليه، وزي ما تكون كده داخله مسابقه ولازم تكسبه. ويا سلام بقى على لحظه ما تكوش عليه، بيبقى كانها حققت انتصار. هي بتكون شايفاه متمرد ما بيهموش، رقبته سدادة ورجولة، واد كلامنج كده بيبيع الهوا وكلامه حلو، جريء جدا في مشاعره، ولما يحب يقول حاجة بيقولها بدون تردد، واضح جدا في أفعاله، واد دغري ملهوش في اللف والدوران، رغم ان هو اللي مؤسسه. يعني مش هتبقي عارفة هو مصاحبك ليه واخرة الصحوبية دي ايه، جواز ولا تقضية وقت حلو. الدور والبيع عليكي انت بقى، بس هو دايما على لسانه يا بت انت مراتي. روشنة مفيش بعد كده، دماغه طايرة منه خالص، عضلاته وفورمته مقوية قلبه. شياكة ايه بقى مع ستايل شعره والقميص المفتوح لنص بطنه، غير متوقع بأي شكل من الأشكال في كل حاجة، مجنون حتى في خروجاته. بيحسسك دايما ان هو غيران عليكي من الهوا الطاير، وفي نفس اللحظة برضه محسس واحدة تانية نفس الإحساس. متهور جدا، والأهم هيكون زي أبو هشيمة بيضحكك طبعا، واد كاريزما كده وواثق من نفسه وتقيل قوي. هنا بقى هيحضر لك أغنية سعاد حسني الراجل الغامض بسلامته، ولما تكلميه بحرارة بيرد طبعا بالقطارة. لما يخلع منك ما بيخلعش كده بأي طريقة تقليدية، ده بيخلع بشياكة تخليكي تحترميه وتحبيه أكتر وأكتر. إزاي ما تعرفيش؟ مش متاح طول الوقت، لا 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 لا، ده محسسك إن هو وراه هم ما يتلم، وده طبعا بيخليكي متمسكة بيه أكتر. بصوا الواد الباد بوي ده دحلاب كده دحلاب. الغريب بقى انه هو صغير بيكون باد بوي على ما قسم كده، لما يكبر الخلبوس ده بيكون شوجر دادي. ومش محتاجين بقى اقول لكم البنات والستات ملازماه طول حياته لحد بقى لما يقابل وجه كريم، وبكده طبعا يكون ادى مهمته على اكمل وجه. كتر خيره، لا كسر بقلب بنت ولا نفض لها. وانا بكلمكم كده مفيش حد مشهور كده جه في دماغكم كان محطم قلوب البنات وفتى احلامهم بالظبط كده؟ احمد رمزي، رشدي اباظة في الزوجة 13، فؤاد المهندس في مطاردة غرامية. لكن الباد بوي الايام دي اختلف خالص عن زمان. زمان كان الباد بوي المؤدب لسه يعني بيستحي شوية، لكن دلوقتي هتلاقي تامر حسني في عمر وسلمى، هاني سلامة في فيلم واحد صحيح، وهكذا. بس خلي بالك في فرق بين بتاع الستات وبين الباد بوي. بتاع الستات هو اللي بيروح للبنات
اما الباد بوي البنات اللي بتروح له وتجري عليه، حاجه كده اوحش من سيدي الا ستي. في دراسه بقى اتعملت ويقال ان البنات اللي تعرضت للاهانه من اقرب الرجاله في حياتها ابوها او اخوها مثلا، كانوا من صغرها مفهمينها ان التعنيف والتعدي والاهانه دي خوف عليها، علشان كده لما لقيت في اللي هترتبط فيه نفس الصفات انجذبت له وفاكره ان هو ده الحب. وده بيفكرنا بمشهد فاتن حمامه في فيلم صراع في المينا لما قالت لخالتها رجب بيعاملني زي البهيمه، كل كلمه ألم كل كلمة شلوت، إنما ممدوح بيقول لي إني أميرة، يعني بتحبي من فيهم يا حميدة؟ قالت لخالتها وده سؤال يا خالتي؟ رجب طبعا. هنا بقى سنسقط قليلا من الصدمة أمام الإهانة دي. يعني بصي بقى نصيحتي ليكي، ابعدي عن الباد بوي ده واسمعي مني، وبلاش تنجذبي لاي حد يقولك كام كلمه حلوين، اذا كان على الكلام مفيش اكتر منه، بس ليه تعملي كده لما ممكن تدخلي في علاقه سويه تخليكي مرتاحه ومبسوطه؟ بلاش احساس ان هو ممكن يتغير علشانك ولا انك هتغيريه، وشغل اي كان فيكس هيم علشان هو اللي هيفكسلك في الاخر وهتحطي نفسك في موقف وحش. الحقيقه العلاقه العاطفيه بالباد بوي او الراجل السيء تندرج تحت العلاقات المرهقه في حياه اي بنت، فانتي من حبه هتفضلي تقاسي وهو بيكون هادي وراسي. خليكي ناصحه واختاري صح، وبلاش تقعي في شباك الواد الباد بوي ده. بلاش كل الحاجات اللي بتحصل حوالينا دي تخليكي تقولي ان كل الرجاله بقوا لوسي ابن طنط فكيهه، لكن لسه في حسين كتير موجود حوالينا بس انت اللي عامله من بنها.